تزداد مخاوف فرنسا شيئا فشيئا، مما يخفيه الإلغاء المفاجئ للزيارة التي كانت ستقود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى باريس مطلع شهر مايو المقبل، خصوصا مع الأولوية البالغة التي توليها الجزائر للزيارة الهامة التي سيقوم بها الرئيس تبون إلى روسيا، والتي حذر لها الطرفين بطريقة ترقى إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما جعل فرنسا تعيد حساباتها في وجه التغييرات الجيوسياسية التي تخدم مصالح الجزائر من الناحية العسكرية وآفاق الانضمام لمنظمة بريكس. وأكدت الآلة الإعلامية الفرنسية والتي كانت تصف الزيارة بالمؤجلة بأنها فعلا قد ألغيت للأسف، بالرغم من أن الرئيس تبون كان من المقرر استقباله بمرتبة الشرف المخصصة لأصدقاء فرنسا العظماء وفرش السجاد الأحمر له، مصحوبا بالحرس الجمهوري فوق جسر ألكسندر الثالث، ظنا منها بأن هذه التحضيرات ستستعطف الجانب الجزائري. كما أشارت اليوم صحيفة لوموند بأن العلاقة بين الجزائر وباريس تفتقد إلى الانسيابية، والتي لا زالت تعيقها جرعات من سوء التفاهم المتبادل على حد تعبيرها. كما شددت على ضرورة إجراء اتصال هاتفي للرئيس الفرنسي مع نظيره الجزائري من أجل تحديد تاريخ لاحق لزيارة باريس، حبذا يكون نهاية شهر ماي أو بداية شهر جوان إن أمكن ذلك.